في شارع ضيق من شوارع شبرا كان فيه بيت قديم من 4 أدوار. البيت ده ملكه الحاج سلامة اللي زمان ورثوا لأولاده ال4: عبد الجواد، حنان، عفاف، ومجدي. كل واحد أخذ شقة وعايش فيها مع مراته وعياله. ال4 إخوات كانوا دايماً يقولوا إنهم إيد واحدة، وفعلاً زمان كانوا كده، لكن الزمن بيتغير والعيال كبرت وكل واحد بقى ليه دنيته. عبد الجواد عنده ولدين وبنت، الكبير ياسر في كلية تجارة، والبنت سارة لسه مخطوبة، أما الصغير آدم في ابتدائي. حنان عندها بنت متجوزة وعندها طفلين، وولدها مصطفى في 2 ثانوي. عفاف عندها بنتين في الجامعة، وولدها مالك لسه في إعدادي. ومجدي عنده بنت في ابتدائي، وولد اسمه كريم في إعدادي. متعب شوية ومشاغب. في يوم حصلت خناقة بين آدم وكريم. آدم قال إن كريم خبطه بالعجلة وهو نازل، وكريم قال إنه بيبالغ. عبد الجواد زعل وراح يكلم مجدي. الكلام احتد، ومجدي قال عيالك مش ملايكة يعني. الكلام كبر وكل واحد بقى يشك في التاني. حنان قالت أنا ماليش دعوة بالحكاية دي، بس مش عاجبني إن ولادكم بيفضلوا يلعبوا في السلم طول اليوم. عفاف زادت النار وقالت ما هو لو كل أم تربي ابنها مكناش وصلنا لكده. وبدأت المشاكل تكبر. الولادة تمنعوا من اللعب سوا. الجامع بقي وسيلة للسلام الوحيد لما يتقابلوا فيه. سارة بقت بتتحرج لما تشوف بنت عفاف، ومصطفى بقى يتجنب كريم في المدرسة. لحد ما في يوم طفل حنان الصغير وقع من على السلم وهو بيلعب لوحده، وصرخت والجيران اتلموا. عبد الجواد أول واحد جري وشاله، ومجدي جاب عربيته ووداه المستشفى، وعفاف فضلت ماسكة إيد حنان وبتطبطب عليها. بعد اللي حصل الكل رجع يفكر. العيال بيلعبوا وبيتصالحوا، بس الكبار هم اللي بيفضلوا زعلانين. رجعوا يقعدوا مع بعض وقرروا يحددوا مواعيد للعب ومكان مشترك للعيال. واتفقت الستات إنهم يلموا العيال كل جمعة على الغداء. ومن يومها بيت العيلة رجع يضحك تاني، بس كلهم عرفوا إن أكبر مشاكل بتبدأ من حاجة بسيطة، واللي بيحلها مش العقل لكن القلب